مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة انا عايزة اشارك معاكم حاجة. بصوا القطط الشرازي الجميلة دي. تعالى كده الشاب الوسيم ده، تعالى. بصوا القطة الجميلة دي. القطط دي يا جماعة عند صديقتي الجميلة منى زهران. عندها جمعية بتنقذ فيها القطط، وجمعية خيرية. واحنا النهارده يعني في عندها حالات انقاذ قطط. كنا بنعمل لهم شاور وكده واكل عشان نطلعهم تبني. طب انا بعمل الفيديو ده ليه؟ بعمل الفيديو ده يا جماعة لأي حد يعني بيفكر يتبنى قطة وهو ما يكونش قد القرار ده. يا جماعة اللي بيتبنى قطة ده زي اكن حد بيجيب بيبي، او يعني بيبي كده بيبقى مسؤول عنه اكل بقى وشرب ورعاية صحية. انت مش او انتي مش قد انك تربي روح زي دي. بلاش يعني تحطوا نفسكم في وزر انتوا مش قدوك. يعني بصوا يا جماعة القطة عاملة ازاي، بصوا كانت مرمية في الشارع. يعني بالله عليكم، يعني القطط دي يا جماعة في حاجة، يعني عايزة اقول لكم حاجة. القطط دي ما بتعرفش يعني تلاقي رزقها كده او قوت يومها زي القطط البلدي. يعني القطط دي بتبقى غلابة قوي بجد يعني. فأي حد مثلا جاب حاجة زي كده وظروف، وانا مش هلوم على الناس برضو لان عادي وارد نتحط في ظروف ما نبقاش قادرين نربي الشيء ده عندنا. فيا من ودي اي جمعية او شلتر بيهتموا بالحاجات دي، يا اما بطلعها تبني، لكن مرميش حاجة زي دي في الشارع. برضو شفنا ايام كورونا برضو الذعر واخبار غير سليمة ان الحيوان بينقل المرض، كله رمى حاجات شبه كده في الشارع. طيب يعني يوم القيامة بجد حاجة زي دي والله هتبقى ذنب في رقبتك. فانت من الاول او انتي مش قد حاجة شبه كده ما تربوش. انا برضو هعمل لكم فيديو تاني في حالة كانت معانا. القط يا عيني بقالنا بتاع ساعة بنديله شاور و... والتويلت بتاعه لازق في الفرو بتاعه، وعمالين نقصقص له الكلاكيع، وبقالنا ساعة بجد. بتأذوا الروح دي. فانا لو مش قد حاجة زي دي بلاش من الاول. لو انا جبت حاجة زي دي واتحطيت ان ظروفي ما تسمحش مش عيب، بديها لحد قد المسؤولية، انما مرميش حاجة كده في الشارع. وفي الاخر يعني احب اقول لاي حد بينقذ حاجة زي دي يعني جزاه الله خير وفي ميزان حسناته. وبحب اشكر صديقتي الجميلة يعني منى على المبادرة الجميلة دي. وان شاء الله يعني هنتابع معاكم حاجات تانية خاصة بالرفق بالحيوان يعني. بس وجمعة مباركة عليكم.